السلام عليكم ورحمة الله. كيف حال المشتركات الأمورات الحلوات؟ إن شاء الله بخير يا رب وبصحة وسعادة دايما. جيت لكم اليوم بطريقة عمل الزربيان، أتمنى يا رب تنال إعجابكم. طبعا قمت اليوم من الصبح على نشاط كذا، وإن شاء الله أنتم كمان تكونوا معايا نشيطين. والجو كان عندنا روعة، وكان في عندنا مطر، وحبيت كذا على هذا الجو والمطر اللي عندنا والجو الرائع أعمل هذه الأكلة، لأنه زوجي بيحبها الصراحة. فإن شاء الله يعني تنال إعجابكم. وحبيت كمان أشارككم الجو معايا وأصور لكم. وهذه طبعا أكل الطيور حق الحمام اللي بتجي من تأكل وتشرب ماء بشباك المطبخ. فإن شاء الله يعني تستمتعوا معايا، ويكون هذا الفيديو خفيف عليكم يا رب. و... وأكون خفيفة الظل أنا كمان. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على أساس يجيلكم مني كل جديد، وكل فيديو بينزل أول بأول يجيلكم. الآن معايا المقادير إن شاء الله بسيبها لكم بصندوق الوصف. عندي هنا بهارات الزربيان، بكتبها لكم بصندوق الوصف. هي مجموعة بهارات مشكلة. في هنا فلفل حار، وعندنا كمان الدجاج. هذه البهارات اللي أنا بقول لكم عليها اللي هي الهيل، المسمار أو القرنفل، القرفة. هذه البهارات مهمة جدا، وهذه التكة الرئيسية اللي بيطلع عليها الزربيان، ما في أحلى منه أبدا. يعني الثلاثة الأشياء هذه إذا طحنتيها وطرحتيها مع الدجاج فهي بيطلع لك زربيان ما في مثله إن شاء الله. هنا الرز منقوع من قبل طبعا حوالي نص ساعة، ننقعه على الأقل نص ساعة على أساس يطلع معانا مفلفل وحلو. طبعا رز بسمتي. وعندنا زبادي وبطاطس أو بطاط باليمني. بصل مقطع شرائح رفيعة جدا على أساس نقليه ونكرمله. هنا بسكب لكم الزيت على أساس أجهزه، وأفتح يعني تحتها النار ويكون حار. أجهزه على أساس أقلي عليه البصل. فنبدأ بسم الله. طرحنا الزيت، الآن ننتظره لما يصير حار، وأعمل عليه كذا اختبار هو حار ولا لا. لأن الزيت إذا ما كان حار وقليتي فيه ممكن يعني يرطب معاكي فيما بعد البصل. هنا بنفكفك البصل من بعضه، يعني ما يكون مجتمع، يعني أفكفكه كذا شوية وأحطه على الزيت وأبدأ عملية القلي. طبعا الزربيان هذه أكلة مشهورة في اليمن، وبالذات في جنوب اليمن بيعملوها بطريقة لذيذة وحلوة. وأنا أخذت هذه الطريقة من واحدة تطبقها، يعني هي من جنوب اليمن تطبقها، يعني رائعة 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 فعلا. الآن بدأت أقلي البصل وأقلبه. طبعا ضروري تكون إيده عليكي وتفكفكي وتقلبي قدر الإمكان، تكون إيدك عليه يعني، وتفكفكي وتقلبي قدر الإمكان. على أساس ما يكون جزء مسود وجزء محمر وجزء مصفر، يكون كله لون واحد. هنا نبدأ نطحن اللي قلت لكم الثلاثة التكات هذه اللي هي الثلاثة البهارات. نبدأ نطحنها. طبعا ممكن تطحنيها طحانة كهربائية أو سحانة كهربائية، وممكن تدقيها كذا بالمدق. فأنا حبيت أدقها بالمدق الصراحة، لأنه كان زوجي نايم، ما حبيت أصحيه بصوت المطحنة. غلقت علي الباب وطحنتها بإيدي، وكمان نوع من الكسل الصراحة. فبدأت الآن أدقه إلى أن ينعم كذا شوية، ما يحتاج له طبعا وقت أو تعب. صار هنا خلاص ناعم. باخذ قشور الهيل وأخرجها، ما نحتاجها، لأنه أنا ما أحب الهيل يكون في الرز أو ألقيه أثناء الأكل نهائيا، لا أنا ولا زوجي. فبخرج الآن قشور الهيل وأتخلص منها وأخذ الخلاصة حقهم وفقط، يعني اللي داخل الهيل والزر
اللهم صل على النبي. والقرفة طبعا. الآن خلاص أخذت القشور، بتخلص منها. وهنا بواصل قلي البصل إلى أن يتكرمل وياخذ اللون اللي أنا أريده. نقلبه. ضروري طبعا زي ما قلت لكم تكون ايدك عليه. يعني هنا خلاص خلصت البصل، وهذا لونه اللي انا احبه، يعني اللي يطلع عليه اللون تمام. في ناس طبعا، في نسوان ممكن تعمل اللون اغمق من كذا، بس انا احب هذا اللون. هنا بقول لكم لا تتخلصوا من الزيت، لانه هذا الزيت بنحتاجه بنسكبه فيما بعد فوق الرز، وبناخذ منه شوية للدجاج، لأنه نكهة البصل المكرمل فيه ما بنتخلص منه. الآن بنحط قدر على النار، وبناخذ شوية من هذا الزيت ونحطه على القدر، بحيث ان احنا نجهزه نحط فيها الدجاج زي ما انتم شايفين. الآن ناخذ البصل ونجهز الخلطة اللي هي تبع الزربيان، اللي هي الخلطة الأساسية، اللي هي عبارة عن زبادي والبصل المكرمل والفلفل الحار والثوم. هذه هي الخلطة. بجهزها الآن وارجع لكم. باخذ طبعا جزء من البصل فقط، ما باخذ البصل كله، لاني احتاج جزء من البصل اطرحه بعدين على وجه الرز. اخذت هنا جزء وخليت جزء شوية بس علشان نطرحه على وجه الرز فيما بعد عند التقديم. وحطيت هنا الدجاج فوق شوية الزيت اللي حطيتهم قبل. بخليها بس شوية كذا تتشوح معايا، تاخذ نكهة كذا، اديلها صدمة شوية، بس اديلها صدمة واقلبها من الحالين، وارجع اطرح لها البهار اللي انا عملته، اللي هو البهار الاساسي، اللي هو مكون زي ما قلت لكم من القرفة والهيل والزر اللي هو القرنفل. بضيف هنا البطاطس. بأشر لكم هنا انه هذا بحتاجه فيما بعد. وجهزنا هنا الخلطة نحطها على جنب. وهذه هي الخلطة الأساسية للزربيان، اللي بتطلع لك الزربيان يعني على أصوله. مهما عملتي زربيان وما عملتي هذه التكة اللي قلت لك عليها، هذه البهارات، لا يمكن يطلع لك فيه نكهة أو طعم. والله العظيم بيطلع خرافي، يعني نكهته فظيعة، ممكن تجيب لك سابع جاري النكهة. الآن بضيف البهارات كلها، اللي هي كمون، بابريكا، بهارات مشكلة، فلفل، كبزرة ناشفة، مجموعة بهارات أنا بحطها لكم في صندوق الوصف إن شاء الله. الآن بقلب وبشوحها. هنا شوحتها خلاص، يعني ما تضيفي البهارات وتروحي تسكبي على طول الخلطة حق الزبادي والبصل. ضروري تشوحيها إلى أن يطلع لك الريحة. يعني الريحة هنا كانت قالب البيت قلب زي ما أقول لكم، وخارجة يمكن حتى للجيران. بحط هنا الخلطة تبعي فوق الدجاج، وبس باخذ شوية ماء بس، على أساس أخذ الخلطة لأنها ثخينة. شوية ماء وأضيفها فوق الدجاج، وأطرح مكعب ماجي. إذا في معاكي مكعب ماجي حطيه، ما في معاكي تقدري تستخدمي ملح وخلاص. أنا حطيت مكعب ماجي وشوية ملح، على أساس الماجي أنا بحبه الصراحة، يعني بيعزز النكهة. وبقلب، بحاول اخذ النكهة اللي مسكت تحت القدر، اللي ماسكة تحت القدر، بحاول اخرجها على اساس تندمج مع بعض والدجاج يشرب منها. كذا خلاص كملت قلبتها.
وغطيتها. نسيت هنا يمكن أصور لكم أثناء ما حطيت الماجي، ما أدري وين راحت اللقطة هذه. المهم غطيتها وخلاص على كذا تستوي، يعني حوالي من ربع ساعة لنص ساعة على نار هادية جدا. الآن بحضر الرز. خلاص صفيت الرز من الماء وحطيت ماء للرز وأعمل فيه ملح وشوية زيت وورق غار وليم أو ليمي، كمان قرفة اللي تحبي، يعني قرفة زر هيل، بس أنا ما عملت هيل لأنه زي ما قلت لكم ما أحب الهيل ألاقيه في الرز فيما بعد، يعني أنا اكتفيت بالهيل المطحون بالخلطة فقط. وأغطيه على كذا إلى أن يفور الماء، وأحط عليه الرز وأسويه نص سوا، يعني 5 دقائق بالكثير نص سوا، وخذي الرز على طول. صفيت الرز لأنه لسه بحطه فوق الخلطة وبخليه يكمل سوا، يعني الآن الرز مش مستوي، فبصفي الماء منه تمام على أساس ما يكون فيه ماء يزيد لي ماء في الخلطة ويتهري علي الرز فيما بعد. خلاص كذا أنا طفيت طبعا على الخلطة من قبل لأن هي استوت وفاضل فيها، يعني متبقي فيها شوية مرق كذا، مرق ثخين اللي هو من الزبادي. فأنا أحط فيه الرز من فوق وأغطي عليه وعلى نار هادية جدا إلى أن يتشرب الصوص اللي في الدجاج، يتشربه الرز وخلاص. وطفي عليه واعملي من فوق، قبل ما تطفي عليه تعملي من فوق البصل اللي احنا خليناه، بتعملي عليه البصل وبتضيفي فوقه كمان لون، أي لون انتي بتحبيه. أنا بفضل الصراحة الزعفران أو لون صفار البيض أو أي لون أصفر، يعني هذا اللي بفضله. بس في ناس بتعمل أحمر، لون أحمر، أي لون ثاني. الآن بوزع البصل المكرمل من فوق والزيت المتبقي عندنا من القلي، كمان في فتافيت كذا من البصل، سكبته على الوجه. وعملت كمان لون الزعفران، عملته على الوجه كذا، وأغطيه وعلى نار هادية زي ما قلت لك. خليه يعني من 10 ل15 دقيقة. طبعا كل شوية شوفيه على أساس ما ينشف عليك ويحرق من تحت. وهنا خلاص الحمد لله استوى وصار تمام وتفلفل، وكل حبة لوحدها زي ما تشوفي. والله العظيم ريحته تجنن، جربي وادعي لي إن شاء الله. الآن كذا بقدمه للصحن وبنروح نتغدى وصحتين وهنا، وتفضلوا معانا. وإذا وصلتي لهنا بالفيديو لا تنسيني اعملي لايك، لأنه رفعك للفيديو بيفيدني كثير، بيخلي الفيديو طبعا يرتفع. لما تعملي لي لايك بيخلي الفيديو يرتفع ويشوفوا أكبر عدد ممكن ويستفيد منه وأنا أستفيد. الآن بقدم الرز زي ما تشوفي كيف الرز مفلفل ونكهته تجنن، طبعا حلوة جدا. بحاول طبعا أحط اللحمة كذا من فوق، طبعا مع شوية زينة هكذا. إذا في عندك بقدونس، في ليمون، في أي حاجة ممكن، يعني حسب الذوق، حسب ما تحبي انت تزيني. تعمليها من فوق وتقدميها وصحتين وهنا على قلوبكم يا رب إن شاء الله. لا تنسيني اعملي لايك واشتركي في القناة وانضمي لعائلة القناة تبعي، وأهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله الفيديو نال إعجابكم. والسلام عليكم ورحمة الله.